السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. النهاردة بقى هقول لكم ازاي تعملوا المكرونة بالبشاميل، المكرونة اللي لا غنى عنها، اللي بتزين سفرتك في العزومات. يعني لما نقول للولاد تحبوا تاكلوا ايه، نفسكوا في ايه، يقولوا لنا مكرونة بشاميل. اما نتعزم كده عند ماما ناكل ايه، ناكل مكرونة بالبشاميل. المكرونة اللي محدش بيختلف عليها، هتعملوها بطريقة سهلة وطريقة لذيذة جدا. هقول لكم عملت الجمال ده ازاي. يلا بينا. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، تكون فيها نسبة دهون بنسبة 20%. ومعايا هنا نص كيلو اللحمة المفرومة، انا حاطة قده نص كيلو بصل برضو ابيض. ومعايا هنا خضار، معايا جزر، فلفل الوان، طماطمايه. الجزر بيدي طعم مسكر جدا وبيديها شكل حلو قوي وبيدي طعم جميل قوي، هيعجبكم ان شاء الله. وده البصل، معايا بصل ابيض. معايا هنا معلقتين من السمنة كبار. معايا هنا البهارات بتاعتي، معلقة ملح، 3 فصوص حبهان، فلفل اسود، قرفة، ربع معلقة قرفة، ومعلقة من البهارات السبعة. على النار هنا انا نزلت بالسمنة واتأكدت ان هي سخنت تماما، ونزلت عليها باللحمة والحبهان وابتديت اقلب. لما اللحمة تاخد لون معايا هبتدي انزل عليها بكمية البصل وهدي تقليبة. وفي المرحلة دي بقى هبتدي اوطي النار بتاعتي واقلب كويس عشان البصل طبعا ينزل العصارة بتاعته. وهبتدي انزل بالبهارات بتاعتي كلها ما عدا الملح طبعا. وادي تقليبه بقى للكلام ده لما البصل يدبل معايا تماما واتاكد ان هو بيقل حجمه كده. هنزل بقى بكميه الخضار بتاعتي اللي هي الجزر والفلفل الالوان والطماطمايه، وهقلب كويس. البصل ينزل برضو عفوا الخضار ينزل بقى المية بتاعته كده ويشرب كده من طعم اللحمة، واللحمة تشرب من طعم الخضار ويبتدي يدبل معايا كده. هدي كده تقليبة كويسة كده وهوطي النار عليه واغطيه لما يبتدي يدبل معايا خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا الخضار دبل معايا والبصل استوى. هدي تقليبة حلوة كده وهنزل بقى بالملح وبقية التوابل بتاعتي. هدي تقليبة حلوة كده وكده جاهز معاكو احلى تعصيجة لحمة ممكن تجربوها حرفيا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. يلا بقى بينا نشوف مقادير البشاميل. معايا هنا لتر من اللبن، ومعاه لتر من اللبن طبعا كامل الدسم، قليل الدسم اللي تحبوه. معايا هنا كوباية من مية سلق المكرونة، بتدي قوام حلو قوي للبشاميل بتاعكم. معايا هنا 3 معالق كبار دقيق و3 معالق كبار سمنة، ممكن زبدة ممكن زيت الموجود عندكم، وملح وفلفل اسود. هي دي مكونات البشاميل. يلا على النار في حلة كده هنحط السمنة بتاعتي. هنزل بقى بمعلقتين السمنة كبار واستنى لما يسيحوا خالص بالظبط كده. هنزل عليهم بقى بكمية الدقيق بتاعتي وهبتدي اقلب كويس. تقليبة بقى كويسة كده للدقيق والسمنة مع بعض. انا عايزاهم هنا بس ريحتهم تطلع كده، مش هستنى لما يحمروا. وابتدي بقى انزل باللبن بتاعي. اللبن طبعا يفضل ان هو دافي عشان ما يكتلش معاكم البشاميل ويدي قوام حلو. انا بنزل باللبن بالمية سلق المكرونة وهبتدي اقلب كويس لحد بقى ما اوصل للقوام بتاعها ده. ده القوام بتاعي اللي انا بحبه في البشاميل. ابتدي انزل بالملح والفلفل الاسود وادي تقليبه. القوام مش خفيف خالص، القوام انا لسه هركنه على جنب هيبتدي يتقل معاكم. معايا هنا بقى نص كيلو من المكرونه مسلوقه بنسبه 80% كده. اللحمه جاهزه معايا والبشاميل جاهز معايا. هنبتدي بقى نكون صينيه المكرونه. ابتدي انزل بنص كمية البشاميل على المكرونة. اهم حاجة ان المكرونة تتغلف كويس بالبشاميل عشان تبقى جوسي كده معاكم وطعمها لذيذ قوي. ما تبخلوش عليها بالبشاميل، اهم حاجة الخطوة دي عندي. كمية البشاميل اللي تتوزع عليها كويس.
هدي تقليبة بالظبط زي ما انتوا شايفينها كده. نيجي للصينية بتاعتنا، هحط برضو معلقة كبيرة كده من البشاميل بتاعي وابتدي افرده كويس بالظبط. هنزل بقى بنص كمية، بعد ما فردت كويس البشاميل بتاعي هنزل بقى بنص الكمية بتاعة المكرونة، وابتدي اوزعها في الطبق بتاعي كويس. وانزل بكمان معلقة كبيرة من البشاميل. انا بحب المكرونة تبقى جوسي معايا كده ولذيذة. بس هنزل بقى عليها بكمية اللحمة بتاعتي. شايفين اللحمة شكلها خطير ولونها خطير ازاي. هنزل بقى بكمية اللحمة افردها بنفس الطريقة. وهنزل بقى بكمية المكرونة بتاعتي. هبتدي بقى اوزع البشاميل كويس عليها. شايفين البشاميل القوام بتاعه تقل ازاي بعد ما استنينا عليه شوية. بس ابتدي بقى، ممكن تحطوا ميكس جبن اختياري طبعا زي ما تحبوا. انا بحب احط عليها جبن، وبحب جدا جدا الزيتون عليها، بيديها طعم جميل او لذيذ جدا. هيعجبكم صدقوني بجد، بيفرق والله قوي، هيعجبكم ان شاء الله. انا ببتدي بقى احط الزيتون الاول، وهبتدي انزل بالجبن طبعا على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. مجرد ما المكرونة بتاخد لون معايا هي بتبقى تمام قوي كده معايا. انا مش المكرونة مش نية، هي كل حاجة مستوية. انا عايزاها بس تاخد لون والجبن بتاعتي كده تسيح، وهتطلع معاكو احلى صينية مكرونة هتجربوها حرفيا. بس تمام كده، انا وزعت الجبنة بتاعتي كويس، والزيتون الكمية اللي انتوا تحبوها. الزيتون اختياري والجبنة كمان اختياري. دي بقى بعد ما طلعت من الفرن واخده لون خطير. المكرونه ريحتها قلب الدنيا بجد، كانت لذيذه قوي وكانت تحفه. ان شاء الله جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. كمان المكرونه هي سخنه جدا هتطلع معاكم قطعه متماسكه. على فكره انا ما بحبش القطعه اللي هي متماسكه ديت. انا بالنسبه لي المكرونه يعني مكرونه جوسي كده، يعني بحط القطعه كده بتنزل كده مش متماسكه خالص. انا بعشق القوام ده. بس هي هنا انا عملتها متماسكه شويه عشان التصوير. هي سخنه. هبتدي بقى اقدمها. لذيذة قوي، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. الف هنا وشفا الكل اللي هيجربها مقدما طبعا. ولو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.